ثانيًا شخص لا يحب الجدل، رجل صدره ضيق، ولهذا دعا عدد من الصحفيين منهم أنا، ولهذا يعني ما تيظهرش في الإعلام، ما تيظهرش في التلفازة، ما عمرو دار حوار مباشر. ظهر 2 أو 3 د المرات في هاد ال5 سنين كله في التلفازة، في برامج مسجلة، ما تيديرش حوار مع الصحف لا في الداخل ولا في الخارج، عمرو ما دار شي حوار مع صحيفة مع Le Monde ولا مع Le Figaro ولا مع الTime ولا rien ما كاينش، الراجل ما كاينش على مستوى التواصل، تيجي للبرلمان بهذيك العربية مخلطة بالفرنسوية، بديك الجمل الركيكة، وبديك عدم القدرة على الإقناع وعلى الارتجال وعلى رجل بدون جملة سياسية إطلاقًا. هذا مشكل عطب عنده يعرفه حتى اللي قرب منه، ولكن العطب الأكبر ماشي فقط هو اللغة، هو التواصل، هو الأسلوب، هو الرجل لا يطيق الاختلاف. يعني واحد سلطوي في ثقافته السياسية، جاي من زمن دريس البصري، عنده تصور لمنصب رئيس الحكومة. دائما هانتوما شو حتى الأسئلة الجلسات اللي تيجي للبرلمان تتخبى من مور موضوعات تقنية، ما عمرو جا موضوعات سياسية. هذا موضوع التعليم كرره عدة مرات، وداك الشيء الاقتصاد والاستثمار تتخبى في الموضوعات اللي تعتقد بأنها مريحة ليه ولن تكلفه شيء. وطبعا المعارضة اش دارت هذيك الطريقة اللي تيسميها جريدة الاتحاد الاشتراكي إسقاط الطائرة في الحديقة. تعرفوا هذه النكتة؟ هذا واحد التلميذ عنده موضوع واحد الإنشاء اللي تعرفه، وهو يوصف الحديقة. الحديقة فيها الأشجار والطيور الغناء والعشب الأخضر وداك الشيء. واحد المرة عطاوه في الامتحان يكتب إنشاء على الطائرة، وهو لا ما عنده حتى شي مفردة على ديك الطائرة ولا عمره شافها يمكن ولا ركبها إلى غد. فاش قال مباشرة قال حلقت الطائرة من المطار وسقطت في الحديقة، وبدأت يوصف الحديقة. هذا هو التعبير اللي كان تيستعمل الاتحاد الاشتراكي وكان تيستعمله الزميل عبد الكريم الأمراني ذكره الله بالخير في انتقاد مصطفى العلوي وانتقاد أداء الإعلام العمومي. إذا هذه العملية نتاع تجيب واحد الموضوع، فالمعارضة حتى هي أسقطت الطائرة في البرلمان.